ازيكم يا شباب؟ فيديو النهارده مختلف شويه لان انا هواجهك بالحقيقه المره عن اليوتيوب اللي محدش هيقولها لك ومحدش هيلفت نظرك ليها. للاسف سياسات اليوتيوب الفتره الاخيره وتقريبا من مده سنتين كده فاتوا بقت مختلفه جذريا. للاسف المحتويات الهادفه، وانا اخص هنا المحتوى التعليمي، للاسف سياسات اليوتيوب ما بقتش تشجعها او تروج لها زي الاول. زمان كانت كل الفيديوهات كان ممكن تخش مقترحات عادي جدا. يعني خلينا كده نفصص الموضوع واحده واحده. الفيديوهات ايه هي مصادر المشاهدات بتاعتها؟ يعني المشاهدات اللي بتجيلك دي بتيجي منين؟ اول حاجه عندك الاقتراحات، ان اليوتيوب يبدا يقترح الفيديو بتاعك على المشاهد. اليوتيوب بنفسه او الخوارزميات بنفسها هي اللي بتزق الفيديو بتاعك عشان يتشاف. تاني مصدر هو البراوز، زي الهوم مثلا، تفتح الهوم بتاع اليوتيوب تلاقي فيديو قدامك. تالت مصدر عن طريق السيرش، ان حد بنفسه يخش يكتب او يبحث عن فيديو معين ويوصل له. رابع مصدر عن طريق المشاركات، حد مثلا يشارك المقطع ده يعمل له شير عن طريق واتساب، ماسنجر، اي حاجه. خامس حاجه في مصادر تانية صغيره يعني شبه معدومه شويه بس برضو ممكن تجيب شويه مشاهدات. فاهم مصدر منهم ايه؟ هو المقترحات، ان الفيديو بتاعك يبدا اليوتيوب يقترحه على الناس. هو ده المصدر الحقيقي اللي بيجيب انفجار في المشاهدات، وهو ده المصدر اللي ممكن ينجح اي قناه من الصفر للمليون. وللاسف الشديد المحتويات التعليميه اللي الشخص بيعلم فيها اي حاجه يعرفها دي نادرا جدا لما تخش مقترحات. فبالتالي للاسف القنوات دي بتفضل صغيره، او عشان تكبر بتكبر ببطء شديد جدا جدا وبصعوبه شديده. زي القناه بتاعتي كده مثلا. القناه بتاعتي هي قناه تعليميه، المفروض ان انا بعلم فيها اي حاجه انا اعرفها. عايز اقولك ان الفيديوهات الكتيره اللي انا منزلها على القناه مفيش فيديو واحد فيهم دخل مقترحات. انت متخيل؟ مفيش فيديو واحد يوحد ربنا كده دخل مقترحات. اليوتيوب ما فكرش ان هو يقترح الفيديوهات بتاعتي على حد اصلا. فبالتالي تلاقي المشاهدات عندي كلها واقعه، القناه بتكبر ببطء شديد جدا جدا جدا، مع اني اشتغلت على محتويات كتير جدا ومحتويات وصلت، وفي محتويات عدت المليون. بس دي اول مره اشتغل على محتوى تعليمي، عشان كده للاسف وجدت ان هو صعب جدا جدا. وعايز احكي لكم كمان في شخص مشهور يعني على اليوتيوب. الشخص ده انا بحبه جدا جدا، اسمه عصام غنايم، اللي هو عامل برنامج على اليوتيوب او القناه بتاعته اسمها عشاق السيارات. عصام غنايم ده انا من الناس اللي انا بحبها جدا، وشخص محترم جدا، وفعلا بيعمل فيديوهات يعلمك فيها ويفيدك. القناه بتاعته دي بيشرح فيها اسرار كتير عن العربيات، يعني هو مهندس ميكانيكا، فبيشرح ازاي مثلا تعمل عمرة موتور عربيه، ازاي مثلا عطل خبيث في عربيه ازاي تعالجه. حاجات يعني في ناس ممكن تعتبرها من اسرار المهنه. هو بيعمل فيديوهات فعلا وبيشرح للناس بكل امانه وبكل ضمير. فهو فعلا من الاشخاص المحترمين جدا. عايز اقول لك ان القناه بتاعته معديه ل 2 مليون مشترك، فالقناه بتاعته ناجحه ما شاء الله وكبيره. للاسف الشديد الفيديوهات الاخيره بتاعته كلها يعني، وما تستغربش، الفيديو لا يتخطى ال 2000 او ال 3000 مشاهده. يعني تقريبا هو بقاله حوالي سنه كامله اكبر عدد مشاهدات جاله كان 16000 مشاهده. انت متخيل؟ في قناه 2 مليون داخله على ال 2 مليون مشترك، والراجل ده بادئ القناه بتاعته تقريبا من 10 سنين فاتت. لما تيجي تبص بقى على الفيديوهات بتاعته الاولانيه في القناه، الفيديوهات دي ما شاء الله جابت ملايين المشاهدات. ليه؟ لان المحتوى التعليمي اللي كان بيعلم فيه الناس في الفتره دي كان ممكن يخش مقترحات عادي جدا، فالقناه نجحت ما شاء الله. انما دلوقتي المفروض ان هو يكبر اكتر، مشاهدات تيجي اكتر. دلوقتي للاسف لو دخلت للقناه بتاعته بص كده على اخر فيديوهات عاملها 10 20 فيديو بقى زي ما انت عايز، الفيديوهات بتجيب بال 2000 وال 3000 مشاهده، وده شيء مش منطقي تماما في قناه فيها 2 مليون مشترك. وده لان السياسات بتاعت اليوتيوب اتغيرت تماما. اي محتوى تعليمي المبرر بتاعهم ايه؟ يعني انا هقول لك المبرر بتاع اليوتيوب ايه في حاجه زي كده، ان المحتوى التعليمي ده محتوى الناس بتدور عليه. يعني مثلا لو حد عايز يتعلم حاجه هيخش بنفسه بايده كده يعمل في السيرش يكتب انا عاوز اعرف كذا، فهو اللي هيروح يدور على المحتوى، فالمحتوى يظهر له. فيقول لك ايه، ما دام الناس بقى هي بتدور بنفسها، لا انا اخلي بقى ايه المحتويات التانية هي اللي تظهر، والمحتوى التعليمي ده كده كده الناس هي اللي هتدور عليه وهتجيلها. وللاسف الحقيقه الامر بقى عن الموضوع ده ان السياسات دي اتغيرت. ليه؟ هو اليوتيوب مثلا بيخترع من دماغه؟ لا، اليوتيوب ماشي ورا سلوك الناس، سلوك المشاهدين، بيعرف السلوك بتاعهم ايه وبيسهل لهم الدنيا، هو بيدرس السلوك بتاعهم. وللاسف انا لما عملت القناه دي وكان غرضي فيها، يعني هو لو الناس مثلا ما تعرفش،
هو انا مش محتاج حاجه من القناه دي. وعلى فكره القناه دي ممكن في وقت قريب جدا ما نزلش عليها فيديوهات تاني وما ابداش شغل فيها تاني، لان انا عملت القناه دي لان عندي حاجات عايز بس اشاركها مع الناس واعلم الناس بعض الحاجات اللي انا اعرفها، لان في ناس فعلا مبتدئه مش عارفاها. والناس ما تعرفوش عني، فانا طبيب اسنان، انا طبيب اسنان حكومي وعندي العياده الخاصه بتاعتي وعندي المحتوى التاني اللي شغال عليه والحمد لله ناجح فيه. فانا مش محتاج حاجه من اليوتيوب، انا مش محتاج حاجه من القناه ديت خالص. لان في ناس دخلت في اول فيديوهات لقيتهم داخلين يقولوا كلام جميل جدا من قناه 20 مشترك، يعني كميه تريقه مش طبيعيه. الكلام ده جه على اول فيديو، يعني ما طبيعي اول فيديو نازل على القناه، ما اكيد مش هنزل لك بقناه جديده فيها مليون مشترك. ما القناه لسه عاملها ولسه فيديو منزله ما بقالوش 24 ساعه، الاقي واحد داخل بيتريق وبيقول لي كلام جميل من قناه 20 مشترك. دي تريقه. فالناس المشاهدين بقت داخله حتى بتتريق على المحتوى الهادف او المحتوى اللي بيفيد الناس. فده طبعا يدي الحق طبعا لليوتيوب ان هو ما دام انت عايز الهلس مش عايز المحتوى التعليمي يظهر لك كده في المقدمه او نقترحه عليك، مفيش مشكله خالص، خد الهلس. المحتوى التعليمي بقى انت لو عايزه روح ابحث عليه ودور عليه بنفسك. فانا اللي عايز اقوله لك، انا القناه ديت انا ممكن في اي وقت الاقي نفسي خلاص لو حاسس ان انا ما عنديش حاجه جديده اعلمها للناس هوقف شغل عليها، واحتمال يكون قريب جدا. فاللي انا عايز اوصله لك ان انت تشوف المحتوى بتاعك، لو المحتوى بتاعك من المحتويات اللي هي الهادفه اللي ليها لازمه واليوتيوب للاسف مش بيكبرها، حاول ان انت بقى ايه تغير من اسلوب شغلك شويه. يعني انا مش عايزك الفكره بتاعت زمان اللي هو المحتوى الهادف ده هو اللي هينجح والمحتويات الهلس مش هتنجح. لا للاسف، يعني الناس دلوقتي الناس المشاهدين هم اللي عايزين الهلس، المشاهدين هم اللي عايزين الهلس، هم اللي مش عايزين الهادف، او بيتفرجوا على الهلس وفي النص كده ما نتفرج لنا على فيديو هادف. فلو انت بتمر بقى بالمشكله ديت فانا مش عايزك ان انت تحبط، يعني انا عايزك تبقى عارف ان هو دلوقتي سياسات اليوتيوب كده، فلازم تبقى عارف ان انت هتتعب اكتر، هتبذل مجهود اكتر لغايه ما القناه بتاعتك تنجح. النمو عليها هيبقى بطيء شويه مش مشكله، لكن انت لما تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي ده بيسهل عليك كتير جدا، عشان ما ترجعش تقول انا بتعب وبعمل وما فيش فايده. لان في ناس بعتت لي تعليقات كتير بتعمل محتويات تاريخ، محتويات هادفه جدا متعوب عليها جدا ما بتجيبش مشاهدات. فده بقى جوابي عليكم ليه ما بتجيبش مشاهدات. فالفتره دي خلينا نتعب شويه على المحتويات بتاعتنا، نبذل مجهود اكتر على القنوات بتاعتنا، اذ ربما السياسات تتغير في القريب العاجل والميه ترجع لمجاريها تاني والدنيا تبدا تتعدل من تاني. بس كده يا سيدي، سلام.